مقاييس بالنظر إلى الظروف والإمكانيات المسخرة لحد الآن. ملعب الرويبة اليوم يحتضن هذه المباراة مشاهدينا الكرام التي ستنطلق في هذه الأثناء لصالح المنتخب المصري. يستهل هذه المباراة الكرة المصرية من أكاديمية الجامعة الملكية المغربية، طويلة أمامية صوب الرؤوس، وأول لقطة خطيرة، الكرة إلى توزيعة طويلة والدفاع في المكان المناسب. المنتخب المغربي في مخالفة والهدف الأول، يا سلام! المنتخب المغربي يسجل أول أهداف في المباراة بعد مرور 10 دقائق لعب، في وقت كنت أقول أن الكرات والمخالفات الثابتة هي من ستصنع الفارق. تستقر كرة نعير في شباك الحارس عبد المنعم علي وتباغت الجميع. إذن هدف دون رد لصالح المنتخب المغربي أمام نظيره المصري، وتتعقد المأمورية نوعا ما لصالح المنتخب المصري من أجل ويبعد الخطر لصالح المهاجم الرافعي، مهاجم يرافق الجزائر في نهائيات كأس أفريقيا شهر أفريل المقبل، ومخالفة لصالح المنتخب مالي بوركينا فاسو والجزائر البلد المنظم. كرة مغربية لحد الآن، توزيع الدفاع في آخر لحظة يقدم إمكانيات العديد من اللاعبين والأكاديميات والمدارس الكروية، وخروج الحارس عبد المنعم علي في الدقيقة 12 من عمر هذه المواجهة. جابرييل تيبو، كرة في العمق، كرة في العمق، العمق لصالح المهاجم، مرور بالكرة لك طويلة أمامية، والحارس طه بن غزيل تنفيذ الركنية طويلة وعالية فوق. يا سلام! أحد اكتشافات هذه الدورة دورة يوناف والدفاع المصري لإفريقيا للمنتخبات. كرة خاطفة لصالح المنتخب الإسباني، تقدمهم الحارس إيكر كاسيوس، وأول فرصة خطيرة لصالح المنتخب المصري عن طريق اللاعب إبراهيم عبد الكريم بحركة رائعة. دفاع حاضر دائما، محاولة الرافعي للضغط طويلة في العمق، ولا يسمع منها الفارق في هذه الكرة، والدفاع فيه مساحات شاغرة لصالح منتخب المغرب، والحارس حذاري الخطأ، حذاري الخطأ، والرافعي في محاولة للضغط على دفاع المنتخب المصري. ارتقاء، لم تصل الكرة، الحكم يترك مبدأ الأفضلية، البحث عن التوزيع من هناك، دخول في منطقة العمليات. طاب حارس المنتخب المصري عبد المنعم علي، واحدة بواحدة. المنتخب المغربي يبقى محافظ على عذره. هل سيفعلها المنتخب المصري أم للمنتخب المغربي؟ الرافعي مجددا، كل الكرات تمر عليه، البحث عن رفيق والتسديدة، تمريرة خاطئة، حذاري الخطأ، الرافعي يعود مجددا، خطيرة، المنتخب المغربي يضيف الهدف الثاني ويمنح الأسبقية لأسود الأطلس بعد ثواني فقط من انقضاء المرحلة الأولى. والمنتخب المغربي يعقد التأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا، ما زال في جعبة المنتخب المصري مرحلة ثانية شوط إذا لم يحسن التدارك والتعويض. الصفراء في وجه اللاعب المغربي، كرة في العمق صعبة، مراوغة، دخول في منطقة العمليات، ما زال الخطر والدفاع في آخر يمنع على مرمى الحارس عبد المنعم علي، سلسلة من المراوغات والدفاع في آخر لحظة ينقذ في انتظار أقول عفوا تنفيذ هذه المخالفة والدفاع إلى الركنية. لحد الآن يحقق الأهم، ركنية عالية صوب الرؤوس والحو إلى الجهة اليمنى، توزيعة ناحية عبد مسجل الهدف الثاني النعير، يتركها لزميله رقم 17 مسجل الهدف الأول، انفراد بالحارس، لكن المنتخب المغربي فوت على نفسه فرصة تسجيل الهدف الثالث أمام فرصة وجهية بحسابات معقدة، كل الأنظار
مشدودة إلى ملعب الرويبة وملعب 5 جويلية. سلسلة من التمريرات، دخول في منطقة العمليات والدفاع في آخر لحظة، ينقذ الموقف. توغل في الوسط، الاعتماد على السرعة والمهارة. اللاعب رقم 6 يدخل في منطقة العمليات، البحث عن التوزيع. المنتخب المصري يقلص الفارق. خطأ من الحارس طه بن غزيل، والمنتخب المصري عن طريق هذا اللاعب رقم 22 يسجل هدف تقليص الفارق، 2 مقابل هدف 1. أيمن عبد العزيز مثلما منتخب الناشئين. الحكم يقول ولا شيء أو مخالف مع الفارق في هذه المباراة. الضغط كبير على حامل الخط الخلفي، كله في منطقة العمليات. طه بن غزيل يا سلام، ينقذ الموقف جيدا. إذا ما انتهت المباراة بالتعادل أو انهزام منتخب توزيعة، ولكن ما زال الخطر، ما زال بالموهوب لاعب رقم 10 في صفوف المنتخب المصري يوزع الكرة لإفريقيا من أجل التأهل إلى كان الناشئين هنا بالجزائر. توغل رائع من جانب هذا اللاعب، سلسلة من المراوغات تعود على الجهة اليمنى، البحث عن التوزيع، الكرة مرفوعة والحارس في المكان المناسب طه بن